طبعا كلنا سمعنا عن محاولة اختطاف آية من داخل مشروع في محافظة الإسكندرية، واللي ما يعرفش يعني ايه مشروع بلغة الإسكندرانية يعني ميكروباص في لغة القاهرة. آية ناس كتيرة قالوا إن كل ده من وحي خيالها، وان الست دي ما كانتش هتخطفها ولا اي حاجه، هي بس جالها نوع من الوهم لما الست قعدت جنبيها في المشروع، وخصوصا ان المشروع كان شبه فاضي. بس الحقيقه هكشفها لكم، وخصوصا بشهاده 2 كانوا موجودين في المشروع من ورا، وقالوا ان فعلا ان الست دي كانت راغبه في الكنبه اللي بعد آية بكنبه، وبعد كده جت قعدت جنب آية وكانت قريبة منها جدا، وكانت ماسكة منديل وكانت زنقة آية جنب الشباك. وهيكشفوا عن أحداث خطيرة جدا وإيه اللي حصل لما راحوا القسم. التطورات أنا هكشفها لكم، وهكشف لكم كمان إيه اللي قالته آية ناس كتيرة ما يعرفوش، وقالوا دي آية مجرد اللي بتقوله ده كلام فيشنج، بس ان الفيشنج في عقل الناس فعلا اللي عايزين يقولوا لا الست دي ما عملتش حاجة. يا جماعة الست دي اصلا مسجلة، وده اللي اكتشفوه في الاسم. ومش بس كده، ده هي لما جت تركب المشروع الناس اللي في منطقة البطاش قالوا له انت بتركبها ليه؟ دي الست دي اصلا يعني متسولة وممكن تعمل مشاكل مع الركاب، وليها صيت ومتسمعة، فيعني معروفة. فمش معقولة آية كل ده جا معاها كده بيلاق وكانت بتتوهم مع يا ريتها واحدة كده عادية قاعدة، لا دي واحدة متسولة ومتسجلة وعليها سوابق، وكمان بشهادة الشهود ان هي عملت في آية حاجة. طيب ايه اصل الحكاية؟ علشان نعرف اصل الحكاية لازم نعرف الموضوع من البداية على السريع علشان ندخل على المفيد. آية بتقول ان هي ساكنة في منطقة الهانوفيل، جالها قبل الظهرية كده بشوية تليفون من صاحبتها بتقول لها ان صاحبتهم اللي اسمها نور، طبعا هما امها وابوها منفصلين، ام صاحبتها اللي اسمها نور دي، وهي بتولد دلوقتي في المستشفى، وان هما مجموعه اخوات بنات ومعهمش حد في المستشفى، فمش عارفين يعملوا ايه، فكانوا عايزين آية ان هي تبقى معاهم في الوقت دوت. بتقول آية لبست بسرعة ومش عارفة حتى لبست ايه، ونزلت من بيتها الساعة 12 وربع الظهر، وقبل ما وصلت الأول لهانوفيل كانت الساعة 12 ونص. بتقول بعد كده قبل ما ابتدت تركب وكده كانت الساعة حوالي داخلة على 1:30، وطبعا بلاش حد يستظرف لما يقول 1:30، احنا بنتكلم على حاجة خطيرة، عشان عارفة ان في ناس هتقعد تستظرف بقى تعمل نفسهم يعني ايه الخليل كوميدي. فبتقول شاورت لسواق رايح المنشية، كانت رايحة في اتجاه المنشية للمستشفى، فقال لها لا ان هو رايح المحطة، والمشاريع في منطقة الهانوفيل والعجمي بتبقى صعبة شوية. السواق لما جت توقفه قال لها ان هو هيروح المحطة وبعد كده هيرجع بيها للمنشية، والمواصلات زي ما قلت لكم بتبقى صعبة قوي في المناطق دي. فهي ركبت معاه، هي مستعجله ومش هتلاقي مواصلات، وخصوصا ان هو هيروح المنشيه، حتى لو طولت شويه احسن ما هتقعد تستنى اكتر من كده. ركبت، وهي بتقول وهي عند منطقه الدخيله جت الست دي كانت بتوقف المشروع، فهو وقف لها السواق، فناس جم قالوا له اسفه عند منطقه البطاش، فبيقولوا له انت ليه وقفت لها؟ دي الست دي متسوله وبتاعت مشاكل وهتعمل مشاكل مع الركاب. فهو قال لهم يعني السواق قال لهم هي لو عملت اي مشكله انا هنطلع بيها على النقطه. طب يا عم خلاص هما نصحوك ما كنت تقف، بلاش يعني اقف، قصدي ما تاخدهاش يعني وتطلع بمشروعك، لا ازاي؟ فركبت، فهي احنا كنا قايلين ايه؟ آية قاعدة في الكنبة اللي ورا السواق، والست دي لما جت ركبت في الكنبة ورا آية فاضية، وهي ركبت في الكنبة اللي ورا آية، تمام؟ يعني في فصل ما بينهم كنبة، فهي عايزة تنقل قدام. طبيعي لما عايزة تقرب فين؟ في الكنبة الفاضية أو في الكرسي اللي هو الفاصل ده، لا دي جت قعدت في الكرسي اللي جنب آية. وكمان
زنقتها، يعني مش قاعده طبيعيه، كانت زنقها في المشروع جامد جدا. وآية حست بنوع من الخوف والقلق ومش فاهمه ليه، بس قلبها اتقبض كده، وخصوصا بعد كمان الكلام اللي سمعته من الناس وحركات الست اللي هي قربت منها قوي. وبشهاده الاتنين اللي كانوا قاعدين في الكنبه، اخر كنبه من ورا، قالوا ان هي كانت قريبه منها جدا وكانت بتميل عليها جامد قوي وزنقاها زي ما قلت في اول الفيديو ناحيه الشباك وكده. آية بتقول بعد شوية عند سوق الدخيلة حست إن جسمها بيتخدر، يعني جسمها منمل، شم ريحة بنجو، حست إن الست دي في ماسكة منزيل كده. فهي كانت قالت لا هنزل، وده كان نقطة ذكاء من آية. هي قالت لها عديني، فقالت لها ما تخافيش عشان مش هعمل لك حاجه. مش هعمل لك حاجه في ايه؟ هي قالت للسواق اقف هنا. بيقول لك السواق كان يعني حاسس ان في حاجه مش مظبوطه، وخصوصا ان آية كانت قالت له هتنزل مشايه، فبتقول عند ناحيه كده الورديان، فهي كانت هتنزل، هي عايزه تنزل وخلاص. فهي مش عارفه هتعمل ايه، وخصوصا بتقول حاسه لسانها بيتقل، دايخه مش شايفه قصادها وجسمها بينمل. فلو الست دي ما فيش عليها اي عوار هتيجي تقول ايه خلاص انزلي، انما هو ايه واحده بتقول لها عديني فتقول لها ما تخافيش عشان مش هعمل لك حاجه. لا، يبقى اللي على راسه باطحه بيحسس وبيطبل كمان عليها. فبتقول جت نزلت، فقالت لها انا اعرفك منين عشان اخاف منك وما اخافكيش. بيقولك ونزلت وصممت ان هي تنزل. فبتقولك هي اول ما جت السواق وقف كده 5 ثانيه وجت آية نزلت. فبتقول ان هي لما نزلت قالت حست لا ان بتدوخ اكتر والارض مش ثابته تحت رجليها. السواق كان هيطلع، فقالت له لا استنى. في السواق حس لا انت هتركبي، قالت له ايوه ركبني جنبك. هي بتقول شنطتي كان فيها فلوس وفيها الموبايل بتاعي، فكانت قالت له لا خدني جنبك. كان جنبه راجل تاني وقالت له انا حاسه ان انا متخدره، وفعلا ركبه. بتقول له بعد كده ما حسيتش باي حاجه. فبيقول طبعا هي قعد في الوقت ده بتاع ساعه الا ربع. هي بتقول فائت بعد كده. بتقول السواق كان بيحكي لها على اللي حصل، ان هي لما البنت اتبنجت، وخصوصا لما قال لها انت اسمك ايه قبل ما تتخدر خالص او يغمى عليها، قالت له اسمي آية، وبعد كده ما حسيتش باي حاجه. بيقول مع الناس اللي كانوا قاعدين معاها في المشروع راحوا لنقطه الدخيله، واسفه لما بعد ما وصلوا للمحطه كانوا ماسكوا الست دي وهي كانت بتحاول تنزل باي طريقه من المشروع. وبعد كده هي لا احكموا قبضتهم عليها وهم يعملوا لها محضر. ففي المحطه قالوا لها ايه اللي حصل. اسفه، قالوا للسواق حصلت فين الواقعه دي؟ قالوا له في الدخيله. فقالوا له لا ده انت ترجع تاني للدخيله وتعمل محضر هناك. وفعلا رجعوا وعملوا محضر وبشهاده الناس اللي كانوا قاعدين في المشروع. وطبعا بعد ما فوقوا آية وكده، والست دي اتضح ان هي اصلا بعد ما اخدوا ارقام وآية جم في تاني يوم طلبوها في الاسم بشهادات الناس اللي كانوا معاها والسواق. وحتى السواق بيقول ان انا كنت شايفه في مرايه العربيه ان هي كانت مقربه قوي من آية، ما شافش اكتر من كده، لانه اكيد لو كان شاف اكتر من كده كان يعني هيبقى ليه رد فعل اكبر. بس بيقول كمان ان هي كانت بتبص حواليها كتير جدا، فانها بتراقب وهي بقى يعني عارفه هي بتعمل ايه. بيقولوا ان هي طبعا كشفوا عليها وطلع ان هي عندها سجل اجرامي. وحتى لما اتقبض عليها في الدخيله كانت بتقول لهم لا ودوني اسم البطاشه، انها بتختار انا اني اسم بيكيفني اكتر وبرتاح فيه اكتر. فقالوا لها لا ده انت هتشرفي عندنا. وفعلا هي بكلام آية ان هم عملوا احسن واجب يعني مع آية وجابوا لها حقها وكده. الست دي تم القبض عليها ولغايه دلوقتي الواقعة يعني ما زالت لسه مستمرة. هي محبوسة على ذمة القضية تقريبا 4 أيام، عشان في ناس كتيرة قالوا لا ان آية كانت بتتوهم، وده اللي نرفزني جدا. عشان كده طلعت اقول الحقيقة كاملة. آية ما كانتش بتتوهم، لان حتى لو آية بتتوهم برضو الناس اللي كانوا ورا بيتوهموا، وحتى سواق المشروع كان بيتوهم. يا جماعة بطلوا، انتوا بتدافعوا عن مين؟ عن واحدة اصلا ليها سجل اجرامي سوابق. يعني لو واحدة عادية هقول لكم يمكن، بس ايه
استهدوا بالله كده واعرفوا الحقيقه. وده تحذير لكل واحده، اي يعني حسيتي لا قدر الله ان في اي حد ممكن في شك كده من ناحيته، انزلي فورا، استنجدي باي حد جنبك، الطشيه قفا واستنجدي باي حد قريب منك. خلي بالكم، ربنا يستر.